حبايبي الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وركز معايا في هذه الأثناء. احنا عملنا طبخة بناء على طلب الكثير من الجماعة، قالوا هشام نبغى نسوي لخم على طريقتك. احنا مسويين مشكور لخم. طبعا اللخم يا جماعة الخير عبارة عن بيبي شارك، اللي هو ولد القرش، يكون بيبي صغير بيصيدوه بعدين يتشرح ونحط على الشمس عشان يتم حفظه لفترة طويلة جدا. طبعا هذه أكلة قديمة جدا عتيقة، والأسلوب اللي بينطبخ فيها أسلوب قديم جدا عشان يحفظوا فيه أكبر كمية ممكنة من البروتين، يستخدموه في البرد، يستخدموه في الصيف، يستخدموه في الرحلات الطويلة على البحر. فهذه أكلة تقليدية قديمة جدا. الآن ما في حاجة إنك تسويها، لأنه لو سويتها هتقعد تبخر المكان بالطريقة هذه كل شوي. ما سوينا حاجة ما بخرنا فيها المكان، فهي أكلة مؤذية لك وللجيران والناس اللي حولك. خلينا نعترف بهذا الشيء. أنا آسف يعني، أنا آسف، أكلة مؤذية جدا. يعني أمانة عشاق الأكلة هذه ناس كبار في السن الله يحفظهم ويخلوهم لنا، عانوا في الحياة السابقة، وهذه يعتبر حنين للماضي هذه الأكلة. فبالتالي أنا سويتها، وما برشح إنه أنت عزيزي المشاهد تقول أبغى أجربها. أسمع ما راح تلقى فيها شيء لذيذ. سوي تونة. اعمل نفس المكون ذا، حط تونة، هو يلا تستحمل التونة، بس رقم لا تسويها. بس احنا كرمال الاشخاص اللي بيحبوا الاكله هذه، وبنحترم جميع الثقافات وغيرها، لكن نحب برضو نوضح بشكل واقعي عشان ما حد يتهور ويروح يشتري لخم ويجي على البيت تنكب سيارته زي ابو الوفا. يقول لي هشام شيء، تعال تعال بالله تعال. والله يا شيخ قول السيارة راحت الريح ابدا. فجأة كذا اقول له جيب لخم، كرهني. قال لي شايف السيارة راحت. بس قلنا ايش نبغى نسوي الاكله هذه لعيونكم عيون متابعين، بس بنسويها بطريقه مره حلوه بحيث انه تستفيد منها بشكل كبير. اول حاجه غسل اللخم يا جماعه الخير في كميه املاح عاليه جدا، تحتاج تغسله من 6 الى 8 مرات عشان تقلل نسبه الملوحه، وبرضه تحافظ على لونه وجودته وطعمه، عشان وقت الطبخه الريحه تكون اقل والملوحه اقل، وتستمتع بالطعم. زي ما انت شايف كيف ما شاء الله لما فصصناه، لا جميل، حتى لما تيجي تاكله لا واضح طعمه. حنعمل له كشنه بسيطه جدا، بس اول واهم حاجه انه الزيت يكون حامي، تنزل لخم عليه على طول عشان تقتل كل الزفره وتعطي طعم لذيذ للخم. بعدين تسوي ايدام مشغول عادي وترمي عليه الرز الابيض وتقفل عليه ينضغط، وعلينا وعليكم بالعافيه يطلع الطبق الجميل هذا. شوفوه معانا، نقول بسم الله ايش نبدا. مسافة طويلة كل ما حاولت اقطع حباله حسيت عاد القلب محنون كلنا يا ابو جناح اللاعب نربح عشان الشهر ليل بشكي حالي ويشكي لحالي والله يفوق عكون المرسول. ما عجبتني، مو عشان شيء، انا ما احب اللخم، نقول عليه الله